السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين ومتابعين قناة يوميات صادق حجازي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تيسر بها امورنا. اكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فيها تيسير للامور وتفريج للهموم. فاللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يوم جديد بفيديو جديد هنشوف فيه مكونات ومواصفات وسعر موتوسيكل تي في اس، موتوسيكل هندي. هنشوف مع بعض مكوناته ايه، هنشوف مع بعض مواصفاته ايه، هنشوف مع بعض سعره النهارده عامل كام في معرض الباجور، مركز الباجور، محافظة المنوفية، عند اخوكم صادق حجازي. اول حاجة هنبدأ بيها وهي المحرك او الموتور. موتور 150 سي سي كاتينا، 150 سي سي على كاتينا. على كاتينا يعني صوت ناعم جدا وسحب رهيب على الطريق. موجود في الموتور منافلة ومرش. الموتور اللي قدام حضرتك اهو. طبعا التي في اس بقت غنية عن التعريف، لان بقت ناس كتيرة تطلبها، ناس كتيرة شايفاها ماشية على الطريق. ثبتت وجودها من حيث جودة تصنيعها عالية جدا. موتور على كاتينا 150 سي سي تي في اس، ده وش الكهرباء والناحية التانية وش الزيت. شاسيه واكسدام، 5 غيار، 5 غيار. علبة الجنزير علبة الكاملة، علبة الجنزير العلبة الكاملة. ادي الجنب مكتوب عليه اتش ال اكس 150 ستار. وادي التانك البيضاوي. ومن مميزات الموتوسيكل الهندي اللي هو التي في اس، بيمتاز بالتانك البيضاوي وعرض الشلتة بتاعته الجميلة. بيبقى فيه راحة في السواقة وفي استقامة في الظهر لو حضرتك بتركب الموتوسيكل مدة ساعات طويلة. تانك اهو بياخد ما يقرب من 12 او 10 لتر بنزين. وادي التانك اهوت عرض الشلتة، معلش الشلتة هي عرض الشلتة ما يقرب من 38 سنتي. ودي ميزة ان انت حضرتك تبقى القعدة بتاعتك مريحة لو انت بتركب سايق الموتوسيكل مدة طويلة. الشبكة الخلفية في مستوى الشلتة، يعني مفيش ان انت راكب 2 وراك، راكب 3، حاطط صندوق، حاطط اي حاجة. بتبقى ميزة برضه. المساعد الخلفي اللي هو ده شكمان واحد اللي هو قدام حضرتك ده. فرامل الخلفية الفرامل العادية على سيخ على تيل. نقشة الكاوتش الخلفي اللي هي دي نقشة الكاوتش الخلفي. ومن أكبر مصانع الكاوتشات في الهند الكاوتشات نازلة منها. كل حاجة صناعة هندية، مفيش حاجة وحشة أو مفيش حاجة متلخبطة. مكنة جميلة جدا في شاسيه، مكنة جميلة جدا في موتور، ما شاء الله عليها. عندي الإشارة الخلفية والستوب والإشارات الخلفية، الإشارات العادية اللي هم دول. لو حضرتك حابب ان انت تحولها للليد بتروح لكهربائي يحولهم لك، مفهومش اي مشكله خالص بالنسبه لتحويل اللوند العاديه. فرامل الاماميه الفرامل العاديه، فرامل الاماميه الفرامل العاديه. النقشه بتاع فرده الكاوتش الامامي اللي هي قدام حضرتك ده. وزي ما احنا قلنا ان الكاوتشات بتاع المكنه ديت من اكبر مصانع الكاوتشات في الهند. ادي شكل الموتوسيكل من الامام اهو، بريبريز على العداد وعلى الفانوس، اشارات اماميه وخلفيه، والفانوس الامامي لللنده الحمراء. انت حضرتك تحولها بمزاجك، يعني حسب مزاجك انت. هنشوف ادي الموتوسيكل اهوت. انا بحاول بقدر الامكان ان انا اصوره لك من كل الاتجاهات ومن كل الزوايا، بحيث ان انت حضرتك كنت قاعد في مكانك، كنت قاعد في وظيفتك، تتفرج على المكنه اكنك انت واقف في المعرض عند صادق بالظبط. مكنه اسمها تي في اس اتش ال اكس ستار 150. فرامل اماميه عاديه، فرامل اماميه عاديه. عشان تبقى عارف مواصفات الموتوسيكل اللي انت بتسال عليه او الموتوسيكل اللي انت رايح تشتريه، تبقى عارف ايه اللي قدامك ده بالظبط، لان بيبقى فيه فرق اسعار، تبقى انت تقدر تحدد الفرق ده بتاع ايه. طيب عندي الجدون اللي الزاويه القايمه مع التانك البيضاوي يديني استقامه في الظهر. لو ركبت الموتوسيكل ده 12 ساعه ظهرك ما يوجعكش. في استقامه في الظهر لان انت قريب للجدون، والجدون زاويه قايمه فما بتملش من السواقه.
العدادات العاديه. فوق العدادات كده USB، حضرتك بتجيب الشاحن وتشحن الموبايل بتاع حضرتك منه، ودي العدادات. وده الكونتاك 2 مفتاح، مجهز ان انت تركب له دايره ريموت، بتروح لكهربائي يركبها لك. جادون اهوت، كتله يمين وكتله شمال، مقبض يمين ومقبض شمال. كتله اليمين الزرار المارش اللي هو حضرتك بتدور منه الموتوسيكل، اللي فوقه ده النور العالي، الاحمر ده حضرتك بتقلبه بطال. كتله الشمال اخر حاجه ده اللي هو الشفاط، بدل ما ترفع الشفاط من تحت بترفعه من الجادون. الزرار اللي فوقه ده تلاكس، اللي فوقه الاشارات شمال ويمينه، واللي فوقه النور الرعاش اللي بيقلب النور. مقبض يمين فرامل الاماميه العاديه، مقبض شمال الدبرياش اللي هو الغيارات، بتلمه وتدي غيار من عصايه الغيارات اللي في الموتور من تحت وتسيبه وتمشي تتوكل على الله. 2 مرايه زي ما انت شايف كده بالظبط. موتوسيكل هندي TVS HLX ستار، ده اسمه، صناعه هنديه، موديل 25 سعره 49500. موتوسيكل جميل جدا، فرامل اماميه عاديه وفرامل خلفيه عاديه. موتوسيكل جميل جدا في ركوبته وفي سواقته. موتوسيكل مالوش صوت خالص، صوته ناعم. موتوسيكل سحبه على الطريق جميل جدا، كل اللي ركبه طبعا عارفه. وبقى عليه سؤال رهيب في الشارع، لان هو خامه وجوده عاليه جدا. طبعا بانواعه، ده اسمه TVS الفرامل الامامي العاده، وفي TVS الفرامل الامامي الباكم موجود عندي، وفي TVS الاف اللي هو نص ديجيتال والوش ال 180. كل انواعه بفضل الله تعالى موجوده عند صادق في معرض الباجور، مركز الباجور، محافظه المنوفيه. حضرتك ما عليك ان حضرتك تضغط على كلمه اشتراك، هيزيدني شرف ان حضرتك اشتركت عندي في القناه. هيجي لك اشعار ان صادق نزل ريفيو بنوع موتوسيكل معين او نوع تروسيكل معين. ممكن تكون بتدور عليه وما انتش لاقيه، ممكن تكون بتدور على لون معين وما انتش لاقيه. هتسمع الريفيو من البدايه للنهايه، هتشوف مواصفاته وهتشوف مكوناته وهتشوف لونه وهتسمع السعر من صادق، وبعد كده تحدد حضرتك تشتري منين. تشتري من مكانك، تشتري من معرض بعيد عنك، تشتري من صادق، تجيله تخبط له مشوار. يعني بفضل الله تعالى يعتبر معظم المحافظات جت شرفتني هنا، وده شرف ليا طبعا. وده مش شطاره مني ولا شطاره من اي حد، ده رزق ربنا كاتبه لك. محدش بيتحكم في رزق حد ولا حد بيحدد رزق حد، انت تعمل اللي عليك بس، والتوفيق ده من عند ربنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتدعموني بلايك وكومنت جميل منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.